الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها وفهما في الدين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، درسنا اليوم هو الربط الشرعي بين التاريخ والديانة، أو بين التاريخ والدين، وهذا هو الدرس الخامس من دروس فقه التحولات. لو عدنا إلى الصفحة 20 نجد أن فقه التحولات مقسم إلى كم قسم؟ 5 أقسام. علوم فقه التحولات، القسم الأول، هذا الرسم البياني ينبغي أن يكون في أذهاننا أن نحفظه. القسم الأول فقه النواقض والنقائض ومضلات الفتن، هذا الدرس الأول وقد درسناه وفهمنا ما معنى النواقض والنقائض. الدرس الثاني فقه الإشارات والبشارات والنذارات والحصانات، تكلمنا عن حصانة المراحل، حصانة الأسر، حصانة الفئات، حصانة الذوات. هذا الدرس الثاني. الدرس الثاني. الدرس الثالث فقه مستجدات العلوم النظرية والتطبيقية. طبعا هذه العلوم كلها نربطها بماذا؟ نربطها بالدين والشرع. نعم. وجديد الثقافة والمعارف السلبية والإيجابية وما يخص الإعجاز العلمي. الدرس الرابع فقه الأشراط الكونية والملاحم. قلنا الأشراط الكونية هي الزلازل والخسوفات والكسوفات، لا دخل للإنسان فيها، كيف نربطها بالشريعة. اليوم درسنا التاريخ، تاريخ الأمم السابقة والأمم الحاضرة والأمم اللاحقة، وربطها بالدين أيضا. من خلال هذا التقسيم نفهم أن كل شيء ندرسه نربطه بالشرع ونربطه بإيش؟ بالديانة. فهذا العلم، أنا هنا كتبت، هو العلم الخامس من علوم فقه التحولات. فلا بد من دراسة التاريخ، لا بد من دراسة، هذا الكلام أنا كتبه أنتوا اسمعوا، لا بد من دراسة التاريخ مرتبطا بالديانة، والديانة مرتبطة بالتاريخ، ما في انفكاك بيناتهم أبدا. المسلم هكذا، تاريخ الأمم السابقة، تاريخ وجود الإنسان، كيف وجد الإنسان، كيف خلق الإنسان، نربطه بالكتاب والسنة. كيف خلق آدم، نربطه بالكتاب والسنة. وهذا هو الفرق بين المسلم وغير المسلم. المسلم يربطه بماذا؟ بالطبيعة، بالمادة، لك أصل الكون كذا، انفجار الكون. لا، نحن نقول خلق الله الكون، خلق الله آدم. نعم. قال لا يمكن الفصل بينهما، يعني بين التاريخ والدين، وهذا واضح في القرآن، فإن ثلثي القرآن تاريخ، تلتين القرآن تاريخ. بتكلم عن قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح، قوم نوح، قوم أهل شعيب، قوم شعيب، سيدنا موسى، وهذا كله تاريخ. نعم. فإن ثلثي القرآن تاريخ، سواء لأهل الخير أم لأهل الشر. سؤال: ما علاقة التاريخ بعلامات الساعة؟ ربما يسأل سؤال، إنه نحن دروسنا هذه عن إيش؟ عن علامات الساعة. ما علاقة التاريخ؟ علامات الساعة ما هي؟ هي أحداث
أليس كذلك؟ علامات الساعة هي أحداث، والأحداث تاريخ، يعني ما حدث في زمن الصحابة تاريخ، ما حدث من الفتن في العصور التي بعدها تاريخ. هذه هي العلاقة. نعم. ونحن الأحداث الآن التي تحدث معنا وهي من علامات الساعة تاريخ أيضا سيكتب يكون للأجيال القادمة. نعم. قال الجواب إن الفتن هي الأساس في العلم، وهي تاريخ، والفتن تسلسلية بمعنى أنها مرتبطة بما قبلها وبما بعدها. الفتن الموجودة الآن والتي حدثت في الماضي هي كلها تمهد لفتنة مين؟ فتنة الدجال. والأعمال الصالحة الآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلها أعمال تمهد وتقدم لمن؟ للإمام المهدي. فهناك مهديون وهناك دجاجلة، هناك حق وهناك باطل، وهذا كله تاريخ. نعم. قال فالتاريخ أحداث والأحداث تاريخ. يقول صلى الله عليه وسلم ما من فتنة منذ عهد آدم إلا وتصنع لفتنة الدجال. ما من فتنة إلا وتصنع. الآن الدجال ينتظر ثمار هذه الفتن. نعم. فهذا تسلسل الفتن. وفي رواية أول الفتن مقتل عثمان. فتنة ومقتل سيدنا عثمان وين درسنا نحن؟ في التاريخ. فلا بد أن نربط التاريخ بالدين بالشرع. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم ما من دم يسفك على الأرض إلا وكان لابن آدم الأول كفل منه. أيضا هذا تاريخ لأنه أول من سن القتل. نعم. فالفتن متصلة. نعم. فالفتن متصلة. وسيدنا علي رضي الله عنه عندما انتصر على الخوارج قال أصحابه انتهت الفتنة، فقال لهم لم تنتهي بعد حتى يقاتل هؤلاء مع الدجال. لم تنتهي بعد حتى يقاتل هؤلاء مع مين؟ مع الدجال. من هؤلاء؟ الخوارج. هل انتهى الخوارج؟ موجودون ومتربعون الآن، سوف يتربعون على الكراسي وعلى العروش وهم يمهدون للدجال ويقاتلون معه أهل الحق، هذه الطائفة الذي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هناك أحاديث ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام خصت بعض البلدان، والشيخ أبو بكر العدني رحمه الله تعالى عندما شاهد أحداث العراق وكان يحفظ هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه يوشك أهل العراق أن لا يصل إليهم قفيز ولا درهم. قفيز يعني مكيال مثل الصاع أو المد أو ما شابه ذلك، يعني يوشك أهل العراق أن يمنعوا من الخيرات والثمرات وأن يحاصروا. قال فظننت أن هذا الحديث يشمل هذه المرحلة، فرجعت إلى شيخي، وشيخه الشيخ عبد القادر السقاف، معروف من أهل اليمن ومعروف في دول الخليج وخاصة في الحجاز في مكة والمدينة، وهو من أولياء الله تعالى، وله دروس الآن موجودة على اليوتيوب. الشيخ عبد القادر السقاف
يعني هو معاصر ولكن توفي لا أدري عجب من 20 سنة أكثر أقل. نعم. وهو رجل من أهل الله تعالى، فسأل شيخه هذا السؤال: هل هذا الحديث ينطبق على أهل العراق في 90 عندما حاصرت 36 دولة في العالم، طبعا على رأسها أمريكا، حاصروا العراق حصار اقتصادي خانق؟ فأجابه شيخه: اقرأ التاريخ وسوف نأخذ الجواب منك. قال الشيخ أبو بكر المشهور رحمه الله تعالى، قال: فبدأت أبحث وأقرأ التاريخ، فوجدت أن أهل العراق منعوا القفيز والدرهم في أكثر من مرحلة، ليس فقط هذه المرحلة. لذلك من الخطأ أنه نأتي بالحديث وإيش نسقطه على هذا الواقع. لا بأس أنه نستأنس به في هذه الأيام، ولكن أن نعتبر أنه هذا الحديث ورد لهذا الحدث فهذا شيء لا يجوز. نستأنس به استئناس ونقول ربما يكون معنى ذلك. فعندما يكون أهل العراق مثلا مر عليهم أكثر من حصار، إذن هذا الحديث يشمل كل هذه المراحل. من هنا قال: بدأت أفهم يعني فائدة دراسة التاريخ. الطوائف الأخرى من يعني اللي عندهم فكر أعوج يعارضوننا في بعض القضايا، نسأله: هل درست؟ هل قرأت؟ لا، لم أقرأ. اقرأ التاريخ يا أخي. يا أخي أنت اقرأ التاريخ. عندما تقرأ حديث الرايات السود، بدك تجي أنت تطبق حديث رايات السود على واقع أنت تصنعه في دابق وغير دابق، وبدك تساوي بقى عاصمة الدولة الإسلامية، فتكون النتيجة ما هي؟ الفشل. لاحظوا الفشل الذي حدث في بلاد المسلمين في بلاد الشام. فهذه الفلة طوردت وقتلت، وهي تستعمل أدوات تستعمل للقضاء ولتعكير صفو المسلمين. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ملخص فقه الربط الشرعي بين التاريخ. قلنا التاريخ هو مجريات الأحداث والتحول في الركن الرابع، وهي العلم بعلامات الساعة. والديانة يعني الأركان الثلاثة. يعني نحن عندنا في حديث جبريل عندنا تاريخ. ما هو التاريخ؟ العلم بعلامات الساعة. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربتها، هذا متى سيكون؟ سيكون ضمن زمن معين، هذا تاريخ. فينبغي أن نربطه بأركان الدين الذي قبله، وهي الإيمان، الإسلام، الإحسان. هذا معنى الديانة. وملخص هذا الفقه إعادة القراءة التاريخية للحياة ومسيرة البشرية. لاحظ: إعادة القراءة التاريخية للحياة، يعني الحياة، من أوجد الحياة؟ نربطها بالدين، بالشريعة. يعني مثلا تكوين الأرض، وجود الإنسان، وكذلك في مسيرة الحياة في تكوين المادة والأرض وتفجيرها، هذا كله نربطه بماذا؟ نربطه بالشرع والدين. ماذا يقول الشرع؟ الشرع يقول: الله الذي خلق المادة، الله الذي خلق الأرض، الله الذي خلق البشرية من آدم. ودليل ذلك القرآن الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. هذا أيضا تاريخ، هذا تاريخ يحدثهم عما سيحدث في المستقبل. إني جاعل في الأرض خليفة. نعم. أما الفلاسفة، نعم، فيعني هم فصلوا ما بين الخالق والمخلوق في هذه القضية. الفلاسفة فصلوا ما بين الخالق والمخلوق، جعلوا الخالق لا أهمية له، وجعلوا العبرة والأهمية لمن؟ للمخلوق، الأرض. هكذا وجد الأسباب والمسببات. نعم.
قال وعلم الربط، هذا لأن تعليقي، بين الديانة والتاريخ هو عبارة عن قراءة شرعية في مثل قوله تعالى اقرأ. ماذا تقرأ؟ القرآن ماذا قال لك؟ اقرأ، ولكن لا تقرأ باسم العقل ولا تقرأ باسم الشيطان، اقرأ باسم من؟ باسم ربك الذي خلق. تكون قراءتك مرتبطة بمن؟ بالدين، يعني باسم خالق الدين. اقرأ باسم ربك، فقراءة التاريخ تكون باسم الرب، لا تقرأ الدين والتاريخ باسم العقل الوضعي مثل اليهود والنصارى الذين حرفوا كتبهم وحرفوا التاريخ. اليهود والنصارى، معلش هذا الكلام مسجل، اليهود والنصارى عندما قرأوا التاريخ قرأوه بنظرة عقلانية. لذلك الآن نحن إذا بدنا ننظر للأمور بعقل، طيب من الذي خلق العقل؟ الذي خلق العقل هو الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء. فلا تجعل انت، المشكلة نحن حاليا الجهلة يجعلون العقل إلها. يقول لك هذا ما دخل عقلي، ايش بدي من عقلك انا؟ انت عقلك مخلوق لا يدرك الا المحيط الذي عقله ورآه، يعني عقله وتدبره بهذه المنافذ الايش الخمسة اللي هي اللمس، الحس يعني السمع، البصر، الشم، الذوق. العقل يفهم عن طريق هذه المنافذ، اما هناك عوالم اخرى لا يفهمها العقل. نعم. وإننا عندما ندرس الربط بين الديانة والتاريخ ندرس 4 عوالم. نحن يعني ما هي الفائدة من ربط التاريخ بالديانة؟ عندما نفهم التاريخ مرتبطا بالدين نفهم 4 عوالم سنقرأها الآن، اللي هو علم الأجل، علم السوابق والأزل، علم الأجل والأمل، علم الأمد، علم الأبد. قال وملخص هذا الفقه القراءة التاريخية، إعادة القراءة التاريخية للحياة ومسيرة البشرية كيف خلقت وكيف بدأت تسير. وهناك مراحل، المرحلة الأولى ما بين آدم وبين مين؟ نوح، هذه مرحلة. ثم جاء الطوفان وغمر جزءا من الأرض. الطوفان ما غمر الأرض كلها، غمر جزءا من الأرض لأنه كانت البشرية قليلة. نعم. والطوفان كان يعني شرق تركيا إلى الجنوب العراق، ما يقال في ببلاد فارس، تلك المنطقة التي فيها سيدنا نوح هناك أغرقت. وحتى سفينة نوح أين هي موجودة؟ في منطقة تركمانستان أو تركستان، يعني شمال العراق، جنوب تركيا، جنوب شرق تركيا، على الجبل الجودي. إذن هذه مرحلة أخرى بعد أن هدأ الطوفان ومات الكفار وبقي نوح ومن آمن معه. هذه المرحلة بدأت من عهد نوح إلى عهد من؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. هذه مرحلة. ثم المرحلة الثانية من سيدنا إبراهيم إلى سيدنا مثلا موسى. المرحلة الثالثة من موسى إلى عيسى. ثم من عيسى إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. آخر المراحل وهي مرحلة علامات الساعة الصغرى والوسطى والكبرى من وجود سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. بعثت أنا والساعة كهاتين كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه بنسميها مسيرة البشرية من خلال نصوص القرآن. نحن كيف عرفنا هذه المراحل؟ من خلال قراءتنا للقرآن والسنة في اليقينيات الكبرى، لا من خلال النظريات المادية يعني النظريات الفلسفية وتفسير هذه الحوادث والمفاصل التاريخية. اليوم بيجي بيقول لك هذا عالم ألماني أو سويدي أو نرويجي أو أمريكي أو من أي بلد آخر اكتشف مثلا ديناصورا. هذا كله انتم كلكم سمعتوا الكلام، عمره مثلا 10 ملايين سنة. ما هذا الكلام؟ هذا الكلام ليس له دليل، هذه نظرية.
لو أردنا أن نعرف كم من آدم إلى الآن، يعني أنا قبل أن أقرأ التاريخ في هذه القضايا كنت أقدر 10,000 سنة، لأنه بين سيدنا عيسى وبين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ 570 سنة، 571 سنة. وخلي يكون قدهم كمان لسيدنا موسى، لسيدنا موسى 3000 سنة. الآن عندك لسيدنا موسى 3000 سنة، وهكذا. العلماء المتخصصون المسلمون قالوا ما بين آدم وعصرنا الراهن 40,000 سنة. مش قال 40,000 سنة؟ مو كتير 40,000 سنة. أما تقول لي ملايين السنين، لا دليل على هذا الكلام. إذن فالنظريات المادية تعطيك أرقاما وهمية لا حقيقة لها، لأنها تريد أن تثبت أن هذه الأرض خلقتها الطبيعة، لم يخلقها الله سبحانه وتعالى. نعم، 10,000 سنة ما بين آدم وما بين نوح. كم سنة؟ 10,000 سنة. وهناك نصوص شرعية 10 قرون ما بين آدم، 10 أجيال ما بين آدم وما بين نوح، وكان الجيل 1000 سنة. غير هلا حاليا، نحن الآن الجيل ربما يكون أقل لأنه أعمارنا صارت أقل. سابقا الجيل 1000 سنة. سيدنا نوح عليه السلام رأى امرأة تبكي على طفلها. لماذا تبكي على طفلك؟ قالت يا نبي الله لم يعش كثيرا سوى 430 سنة. طفل لسه 430 سنة، طفل. فقال لها ما تقولين في أمة أعمارها ما بين 60 و70؟ ففي الأجيال السابقة كانوا يمتازون بطول العمر وطول وضخامة القامة والأجسام. إذن هذا كله موجود في القرآن الكريم. إيش؟ وزادكم في الخلق بسطة. من هنا عرفنا أن قوم عاد كانوا طوالا وضخاما. قال وتفسير هذه الحوادث والمفاصل التاريخية الزمنية العقلانية المجردة. وتنقسم دراسة هذا العلم إلى 4 أقسام. يعني الربط علم التاريخ، علم السوابق والأزل. علم السوابق والأزل. طيب، ربنا سبحانه وتعالى عندما قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا في أين عهد؟ هذا في علم السوابق والأزل. من الأزل، عندنا الأزل يعني القبل، القدم، إلى الأبد فيما يأتي في المستقبل. الأزل ما احتمت خربط. الفرق بين الأزل والأبد ما هو؟ الأزل الماضي والأبد المستقبل. نعم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ سيدنا آدم عليه السلام قبل أن تنفخ فيه الروح ماذا كان؟ لم يكن شيئا مذكورا. نعم. ثم عندما نفخ فيه الروح أصبح شيئا مذكورا. قبل أن تنفخ فيه الروح، هذه المرحلة وما قبل نسميها علم السوابق والأزل، ويختص بما قبل وجود الإنسان. مفهوم؟ قبل وجود الإنسان بماذا يتمثل؟ بآدم عليه السلام. قبل خلق آدم إيش نسميه؟ علم السوابق والأزل. وربنا سبحانه وتعالى جمع ذرية بني آدم وأراها الملائكة وأعلمهم ماذا سوف يصنعون في هذه الأرض. لذلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هذا أيضا في علم إيش؟ عالم قائم بحد ذاته. عالم الذر عالم قائم بحد ذاته. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. ربنا مسح على ظهر آدم وأخذ منه ذريته إلى يوم القيامة. هذا عالم الذر. هل يدركه العقل؟
لا يدركه العقل. العقل لا يدرك إلا عوالم قليلة، يدرك علم الأجنة، عالم الأجنة، يدرك عالم الحياة، حتى لا يدرك عالم البرزخ يؤمن به، يدرك فقط عالم الحياة. قال هذا علم السوابق والأزل. فهمنا ما معنى علم السوابق والأزل؟ علم الأجل والأمل. الآن عندنا أجل، شيء إيش اسمه؟ فإذا جاء أجلهم. الأجل هو من ولادتك إلى موتك. هذا ماذا يسمى؟ علم إيش؟ عالم إيش؟ عالم الأجل. عالم الأجل. طيب كيف يعيش هذا الإنسان أجله وهو يعلم أنه سوف يموت؟ ما الذي يسليه؟ بالأمل. يعيش بالأمل. دائما الإنسان عنده الأمل موجود فيه، شئت أم أبيت، رغم صعوبة الحياة، رغم كدورة الحياة، رغم علمك ويقينك أنك ستموت بعد 10 سنين أو 20 سنة أو 30 سنة أو أكثر أو أقل، يبقى عندك الأمل، تقوم وتعمل. نحن نذهب إلى الجباني، إلى المقبرة، نودع أموات، نعود عندما نكون في المقبرة نخشع وربما نبكي وربما نخاف. عندما نخرج منها ونركب السيارات ونعافس الدنيا إيش؟ بالأمل ننسى كل شيء. وهذه نعمة في الحقيقة من نعم الله تعالى، ولكن بشرط أن لا تورث عندنا الغفلة. إذن علم الأجل والأمل أيضا هذا له نصوص شرعية، ويختص بعلوم الحياة الدنيا من التكاليف. هذا مسميه علم ايش؟ الأجل. الآن أنت مكلف بالصلاة، بالصيام، بالحج، بالزكاة، بالإنفاق، بفعل الخيرات، مكلف. هذا في علم الأجل. والابتلاءات، أنت تبتلى وحياتك تتغير من فقر إلى غنى، من غنى إلى فقر، من بلد إلى بلد، وهكذا. هذا نسميه ماذا؟ علم الأجل والأمل. العلم الثالث الذي يبحث عنه فقه الربط الشرعي بين التاريخ والديانة، علم الأمد. علم إيش؟ الأمد. وهو قال ويختص بعالم الأجداث، يعني القبور، الجدث القبر، والأموات، أيضا في عالم البرزخ. أنت في عالم البرزخ تعيش في عالم له قوانينه، له حساباته الخاصة به، عالم قائم بحد ذاته. وما عالم البرزخ بالنسبة لعالم الأجل إلا كعالم الأجل بالنسبة لعالم الأرحام. يعني قد في فرق بين الرحم وبين الكرة الأرضية التي تعيش عليها أنت. بعد أن تنتقل إلى عالم البرزخ، عالم البرزخ عالم كبير جدا، نسبته كنسبة الأرض إلى الرحم بينه وبين الأرض. نعم. قال والأموات والعرض على رب البريات. هذا إيش نسميه؟ يوم العرض، يعني الحشر والنشر. هذا نسميه عالم الأمد. ونحن خلقنا من أجله، نحاسب يوم القيامة. وعذابك في عالم الأمد عذاب معنوي وليس عذاب حسي. الإنسان في عالم البرزخ يعني أنت بينك وبين العذاب نفس طلع ما رجع، لحظات بينك وبين عالم الآخرة. ما تفكر حالك لسه أنت ستعيش عالم طويل، لا، أنت سوف تموت ثم تبعث للحساب. وخلال هذه اللحظة تجد مصيرك من خلال قبرك. انظر مصيرك وأنت في الجنة. ربنا سبحانه وتعالى أعطاك هذا القصر، هذه الجنة، هذه الأرض، هذه القصور، هذه الأنهار، هذه الحوريات، هذه الأموال، هذا الطعام، هذا الشراب، وأنت في قبرك ترى نعيمك. وهذا هو نعيم القبر. ثم بالمقابل المشرك والكافر أو العاصي، أعاذنا الله من المعاصي،
يجد عذابه أمامه. وهنا العذاب المعنوي أشد من العذاب الحسي. لذلك بقول لك اللي بده يروح على المقصلة أو على المشنقة، واللي بتمنى بقى ينشنق ويخلص العذاب قبل أن يصل إلى إقامة الحكم. نعم، هذا كله أين يكون؟ في عالم الأمد. هذا كله نحن منين جبنا هالكلام هذا؟ في نصوص شرعية، وسوف تأتي معنا هذه النصوص في الكتب الذي بعد هذا الكتاب. أما علم الأبد، إيمت بيكون علم الأبد؟ عندما يذبح الموت وينادي مناد يا أهل الجنة خلود لا خروج لكم من الجنة، اللهم آمين. الله يجعلكم جميعا وجميع المسلمين، والله يعني يرزقنا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويختص بعالم الخلود في الجنة والنار. هذا ايش بنسميه؟ عالم ايش؟ عالم الأبد إلى الأبد بمشيئة الله تعالى أيضا. ونماذج ما فيها من النعيم، هي بالنسبة لأهل الجنة، أو العذاب أو غير ذلك. ويعنى هذا العلم بتصحيح مفهوم القراءة للتاريخ كله، بدءا من بدراسة الأزليات. هلا نحن عندما كنا نقرأ يوم الخميس في كتاب السير الشامية، ماذا كنا نقرأ؟ كنا نقرأ كيف بنيت الكعبة، من أول من بنى الكعبة. هذا إيش مسميه؟ هذا مسميه علم إيش؟ علم السوابق، علم السوابق والأزل. نقرأه قراءة تاريخية، لأن هذه العلماء عندما كتبوا هذه الكتابات في السيرة مستندين على ماذا؟ مستندين على الكتاب والسنة، مستندين على الكتاب والسنة. أحد زملائنا أعطيته ملاحظة على خطبة معينة، قلت له خطبتك كثيرة، خطبتك عفوا جميلة، ولكن عندك غزارة في الأدلة والأشعار والقصائد وإلى آخره. هذه ملاحظة. يعني العامي لا يحفظ. ليس المهم أن أعرض بضاعتي أمامك، المهم أن أفهمك فكرة معينة. تخرج من المجلس وعندك أنت فكرة معينة تهضمها، تفهمها، تشرحها لغيرك. قال ماذا أجابني؟ قال أنا لا أحب أن أتكلم من عندي. ليش نحن في عنا كلام من عنا؟ أنت عندما تتكلم بحديث وتشرحه، أو عندما تتكلم عن فكرة معينة، هذه ليست من عندك أساسا. نحن لا نعرف أن نتكلم شيئا من عندنا. كل ما نتكلمه في الدروس مرتبط بالكتاب والسنة، ولكن نأتي به بصيغة مبسطة حتى تفهمونه. أنا المقصود وين الشاهد؟ إنه ما يذكره الكتاب السيرة ليس من عندهم. عندما يقول لك مثلا الخيمة التي هي من ياقوت ونزل معها 4 أركان، والركن الحجر الأسود نزل معها، هذا كله من مستند إلى أحاديث ونصوص شرعية وآيات قرآنية حتى عرفنا هذه الحقائق. هذا ربط التاريخ بإيش؟ بالديانة. نعم. أما الآن أنت روح اقرأ التاريخ في مدارسنا في سوريا في أيام الأنظمة السابقة والخالية، تجد أن التاريخ لا يرتبط بالديانة. لذلك بتشوف في كتب التاسع والعاشر والحادي عشر، مو من هلأ، من السبعينات. أنا أول ما وعيت كنا نسمع أقربائنا يتكلمون عن نظرية داروين، وهي موجودة. يدرسون التاريخ دراسة مجردة عن الدين. فالذي يدرس التاريخ دراسة مجردة عن الدين يصل إلى الإلحاد والكفر والعياذ بالله تعالى. لأن الدين يا شباب مهيمن، الدين مهيمن على التاريخ، وليس التاريخ مهيمن على الدين. الدين مهيمن على كل مفصل من مفاصل الحياة. قال ويعنى هذا العلم بتصحيح مفهوم القراءة للتاريخ كله، بدءا بدراسة الأزليات والسوابق، ثم بمفهوم الإنسان الأول. ما هو مفهوم الإنسان الأول؟ اقرأ التاريخ في مفهوم الماديين، بفرجيك كانوا يرسموا صور للإنسان القديم،
كان في شيء اسمه إنسان قديم، بيرسموا لك إياه بطريقة يعني مخيفة جدا، وهو ساتر حاله بأوراق من الأشجار وكذا، وماسك في إيده رمح وعم يصيد مثلا غزال أو كذا. هذه صور في كتب التاريخ درسناها قرأناها، تنظر إليه تجده مخيف يشبه القرد. فهذا المفهوم خاطئ، لأنهم درسوا الأزليات بمفهوم عقلاني. نعم. قال ثم بمفهوم الإنسان الأول وتطور حياته وخواتيمها، ونهاية بانتهاء الكون وتفسير ذلك. نحن عندنا القراءة التاريخية بانتهاء الكون أيضا مربوط بالشريعة وبالدين، وفق دراسة العلم بعلامات الساعة وأقسامها الثلاثة. طبعا أقسام علم الساعة الثلاثة ما هي؟ الساعة الصغرى، الكبرى، الوسطى، مرتبطة بفقه الثوابت، وهي مرحلة الرسالة، القراءة الأصلية، مرحلة القراءة الاستباقية، مرحلة القراءة الاستقرائية. هذا كله سوف يشرح. ثم دراسة علم الساعة ذاتها، وهو ما يعرف بعالم الأمد والأبد، واعتماد الثوابت. لاحظت شو قال لك؟ واعتماد الثوابت في فهم هذه العوالم القرآنية والحديثية الصحيحة في تفسير بدء الخلق وتطور الحياة البشرية ومصير الإنسان وغاياته في الدنيا والآخرة. هذا كله على ضوء الشريعة الإسلامية نفهمه، مع الاستفادة من النظريات المادية في مجالاتها المناسبة دون اعتمادها في التفسير التاريخي للكون وأصل الوجود ونهايته. وتنحصر الاستفادة منها في استقراء المستحثات والآثار بعد ربطها بالثوابت الشرعية. ما هي المستحثات والآثار؟ يعني تحليل، عندما يأتي الخبير فيحلل عضو هذا الديناصور، يحلله تحليلا مرتبطا بثوابت الدين، تكون النتيجة صحيحة. أما إذا ما كانت مرتبطة بثوابت الدين بيعطيك أرقام فلكية مليارات السنين، وهذا غير صحيح. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن خلاصة الدرس يا شباب، التاريخ يقرأ بمن؟ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان، أعطاك بداية خلق الإنسان. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان بإيش؟ بالقلم. وهكذا. فربط التاريخ بالدين، وإلا لا يسمى التاريخ صحيحا ولا ثابتا بغير هذا الدين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.